هباي هباي يا ناس، الواحد يصحى على صباح الخير يا حبيبتي، وانا اصحى على عراك احمد. يا ده صلى على النبي رايح فين؟ يا ابوي اوعى يا با، خلاص وحد الله. تعال نوصل يا با وجايين. مع مين حكاوتك المرة داي؟ مع الرجل البارد اللي ما عنده دم ولا ضمير ولا الدم عدى على رقبته. يخرب بطن ابوك، مش هتشبع مشاكل مع مين؟ مع خالي يا با على حكاوة الورث. اوه يا احمد لسه واخد بالك هنحكي في حكاوة الورث؟ طب من 9 سنين يا احمد هنقولوا كام يا خالو كام يا عم احني؟ طب ما بعت له 60 مرسال انا يا با. طب 60 مرسال يا احمد وهو قاعد في كندي، طب ما قدام بيتنا بخطوتين هو مش تروح له؟ ما انا ديني يا با رايح له اقول لك تعال معاي. لا اجيب الورث منه يا با، لا اجيب رقبته. مو عن العقل ده احمد، ده راجل بارد مش هيحس. ده واخد ورث امه ونايم عليه ببطانيه تقيلي، ولا هو سائل في ولا سائل فمي ولا سائل في اي حال. انا اللي داقني يا با امبارح شايف عياله جايبين عربيه صالون وهيتحنجلوا بيها في البلد ومطلع يده من الشباك وهيعمل لي جديد. واه 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 من بتاع امي ده يا با. ايوه صح انت امك يا احمد، ما جايبش حاجه من دراعه هو. وبعدين انت لما تروح تضرب على ورث امك واخد بالك ده حقك. ما حق ايوه حق امك مش هيبكشش عليكم ولا اديكم حاجه لله. ما طلعونا انا يا با. بص يا احمد يا ولدي، انا من رايي تروح له. انا رايح له. تروح وتخلص معاه المشوار دي، يا بخير يا بشر. بالظبط دي، يا جيب رقبته معاي يا جيب الورث معاي. هو ده عدل العقل يا احمد، بس صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. تعمل حسابك يا ولدي عشان انا خلقي ضيق في المشاوير دي. جبت الورث يا احمد، العمليه هتزهزه معاك وهتبقى 100 فل و15 وتتجوز وتبقى بعيال وببيت وتبقى بعزوه و100 فل و15. هو ده اللي انا عايزه. ما جبتش الورث يا احمد ما تسالنيش على جواز ولا خطوبه يا احمد، بص لحد ما تموت كدي، سامع يا ولدي؟ سامع. عشان زي ما انت عارف ابوك بالعافيه كبرك ووكلك وشربك وخلاك راجل كد القتيل، تمام؟ انا اخرك ده وقف، يعني انا كبر واخوانك يجوزوا. ما هو ده المطلوب يا با. غيرك ده ما عنديش عشان نسال على جواز. ايوه هو عايز ياكل ورث امي ويحطه تحت بعضه واخلص عليه خالص. لا حقك تخلص عليه. ولا في فكره ثانيه يا احمد؟ ايه؟ اكحت لك واخد بالك على عصار والبيت يقعوا علينا ونغور كلنا في 60 داهيه. يا ابوي ليه نغوروا بيتنا نحن يبقى حقنا برا ونغوروا بيتنا بيدني؟ عين العاقل يا دي احمد يا. انا بس اللي مضايقني يا بابا الصبح ادور على الطبنجه بتاعتنا فين عشان اختاروا هم هناك اهوش حتى ولا حاجه. يا راجل طبنجتين تبعون الله، ما ترفع الشمروخ ده عليهم يقدروا كلهم زي الفروق من قدامه. انت شايف كده انت بابا؟ ولد الحاج صديق يا ده شافش خارج دني. نص ساعه وابقى عندك ان شاء الله بالكيس الاسود. الله معك، الله يديك الصحه. خليك. يا طبعا خلص عليكم خالص النهارده. يا عم 10 جنيه في 3 ايام تصرفها انت واخوك يا عم. امال هجيب لي فلوس من الارض انا ولا ايه؟ لازم النهارده اخلص عليكم خالص، هخلص عليكم يا 10 جنيه ده انا هعذبكم النهارده عليه، هعذبكم عليها توتيه ما سايب يا عم. 10 جنيه في 3 ايام خنقه العيال عليهم. ما انا اللي راح اقول له عايز 15 جرام هيعمل فيا. انا من رايي اجي له بكره. بس ابوي قال لي روح، ابوي غلط قلبي واه يا خال. يا اخي 10 جنيه ايه يا في ماله خال زيدان. الواد صرف 10 جنيه في 3 ايام يا احمد هو واخوه. هو واخوه. امال سايب هو. يا ابوي خلاص يا خال امال زيدان. علقه الفلوس في الارض يا احمد انا يصرف 10 جنيه بحالي. ها خلاص يا خال زيدان بالراحه واحده واحده عليهم، هم شباب لازم برضه ينزوا عن نفسيهم. ده مش بعد الوقت يكون يشرب سجاير يا احمد ولا يسكر بيها الفلوس داي. يا ابوي تقلق شيء حاشا ماشي من الحكاوي العفشه دي. امال انت جاي ليه يا احمد يعني الطله الغريبه دي اللي جاي لنا بيه؟ انت عارفش جاي لك ليه يا خال زيدان؟ يعني هعرف منين يا احمد؟ فيش مراسيل جاتك ولا حاجه يا حبيبي خير. يعني محمود ابو خالد قال لكش على حاجه؟ شامم من ريحه كلامك يا احمد انك انت هتدور على الورث. الحدق انا 100 مره يا احمد قلت لك الورث امك خدته ومضت عليه. يا ابوي امي خدت. خدت على الورث يا احمد امي خدت مرضاي. طب ما زين امال عايز ده واخد امك 7000 ونص يا احمد اعمل لها هي تاني. هي 7000 ونص ليها 15 جرام هي في رقبتها. مين يا ابو انا من 15 جرام؟ ايوه 15 جرام. اقول لك ايه يا احمد؟ ايه؟ اكبر ما في خيلك اركبه. امك مضت لي على الارض كلها يا احمد وقالت لي مبروكين عليك يا اخوي. بص يا خال زيدان بلا مبروكين عليك بلا ما مبروكينش، انا جاي هنيتي يا قاتل يا مقتول، ياخد الورث ياخد رقبتك واروح بيها في شوال.
لا يا عشان ولد. نبقوا على صوره مرضي. وليه المشاكل يا احمد تاخد رقبتي؟ انت روح اقعد لي هناك على الفلقي وانا اجيب لك الفلوس. عاوز فلوس ولا عايز ارض يا احمد؟ لا اخذ فلوس، انا لسه اخذ ارض وابيع واشتري. لا صح، انت روح لي هناك يا احمد وانا هجيب لك الفلوس لغايه عندك. فين بالظبط؟ هناك جنبك على ما البطال. بتتاخرش على النبي يا خال زيدان. لا مش هتاخر يا احمد. وراي عايزه يطلع متجبس من هنا. خلاص تعالوا. بعدين لما نشوف ودينا اخرتنا. عامل ايه يا ابو اختو؟ قال انا خال. قوم لي بس قوم لي. ايه جبت كام؟ جبت لك اللي انت عايزه. كنت عايز الورث انت صح؟ ورث ايه فين؟ ادوا له يا دي الورث بتاعه قراط قراط يا يابا اضرب يا خال عيب عليك يا خال. اضرب يا ابا لما تجي الخلق كيس جوافه. تطلب ورث. اضرب يا زين يا يابا يابا اقول لك يا روح اتلف الحبل من هناك روح. اضرب يا يابا يا ما انا اختي اتبرت منها اصلا. ورثي اللي عايزه 15 قراط. خد افكوا اديها لي افكوا يا اديها لي. بس يا ابو خالد ايه؟ انا العلاج شكرا يا خالد. لا هاك وقف يابا. مين؟ يابا ايوه يا ساتر يا رب. يابا والله العظيم ما اجيبها غير رجالي. والله يا احمد سمنه البلد يا ولدي كنت اكلها واخد البلد تمرت فيه. ايوه 10 على 10 واخدهم لك بالدولار ورا المصري. ايوه امال مالك يا احمد؟ مال ماله خشمك يا قلت خالد الوسطاني هو اعطاني بني شقلبني الفك خالد. مش مشكله، اهم حاجه الفلوس يا ولدي. مش جبت حقك يبقى كويس يا احمد. جبت يابا. امال ايه هو دي؟ لكيت العلاج دي. يخرب بيت ابوك عليا. رحت الدكتور هو قال لي فكك اتخلع اخذ مسكناه. لا الف سلام عليك. عمر مين رابط فيهم يا؟ خالد زيدان يابا. خالد زيدان بدل ما يحوش عني العيال يابا هو اللي قاعد يضرب فيش. يا ساتر يا رب. يا ما قلت لك يا ولدي، ما قلت لك يا بعض مفترين واخذ بالك وكتار وما تروح لهمش وحدك. انت اللي قلت لي يابا انت علمتني شويه كلام كنت فاكر نفسي قلت سين انا رايح. يلا معلش يا ولدي. بص يا ولدي يا احمد، اصلا زي ما انت عارف خالد ده راجل باطلي، راجل ظالم ياكل مال النبي. وتعرف يا عم اللي يحشني في المشوار ده كليني يابا انه كان رايح الحج السنه دي قال يابا علي وعلامه الصلاه قال ده في راسه يابا واكل ورث اخته يا احمد. ده بتاخد البركه مش عارف الواحد يقول ايه. ربنا يتقبل منه ده يابا. انا عارف يا احمد، الله اعلم يتقبل ولا ما يتقبلش والله يا ولدي. انت فكيت الحبل يابا. ايوه فاكوا الحبل يا ولدي. ما مالها درعتها يابا كيف فكيت الحبل؟ يا دي احمد. يا ساتر يا رب. يعني الحبل قاعدش على جديد. ما خلاص يا احمد يخرب بيت ابوه. يابا اكثر قوي هنا. ها بص يابا انا حكيت الورث دي ما تكلمش انا فيها. حسب الله ونعم الوكيل. حسب الله ونعم الوكيل هو الوكيل المتصرف يابا. ربنا يجيب لي حق ان شاء الله. ان شاء الله يا احمد يا ولدي يجيب حقنا انا وانتي. شوف يابا نقوم فين لا ونقوم. قوم نشوف لك دكتور ولا نشوف لك حاجه. لا يا ضعباك. طب قول نشوف لك حاجه. قوم. حسب الله ونعم. وقال لي رايح الحج قال واكل ورثته قال له رايح الحج. يابا كده حته مش عارف انا ايضا ايش بقيت تتشال. طب هو معك كتير يابا. ايه فيها يعني لو اعطاني مرسي؟ ايه فيها يابا؟ هيخس يا ولد الجبل اللي معاه.